البارح شركة 1 اكس تكنولوجيز خرجت بالإعلان الرسمي على الروبوت البشري ديالها الجديد نيو بثمن كيوصل تقريبا ل20,000 دولار. الروبوت هذا مصمم باش يبدل الطريقة اللي كنديروا بها الأشغال في الدار، وكيهدف يكون المساعد المنزلي ديالك في المستقبل. الروبوت نيو الطول ديالو تقريبا 1.70 متر، والوزن ديالو 30 كيلوغرام، مغلف بقماش كيشبه اللباس الرياضي المريح بثلاثة ألوان: الأبيض، الرمادي والأسود. من الناحية التقنية نيو يقدر يشد أوزان توصل لحتى 70 كيلو وينقل 25 كيلو وهو كيتمشى، يعني يقدر يعاون في بزاف ديال المهام في الدار. الميزه الكبيره فيه هي الدقه ديال يديه وقدرته انه يتعامل مع الاشياء الدقيقه. بالاضافه لهذا الشيء كيدير كل شيء بصوت منخفض بزاف وما كيتعداش 22 ديسيبل. بالنسبه للناس اللي ما يقدروش يشريوه نقدا، الشركه وفرات خيار الكراء الشهري ب $500 493، وهكذا ولات التقنيه متاحه اكثر للطبقه المتوسطه. الروبوت مصمم يعيش في دارك ويتفاعل مع المحيط ديالو، كيسمع، كيشوف وكيحتفظ بالمعلومات باش يتعلم ويطور الخدمه ديالو. نيون خدام بمعالجه جيت سنثور اللي فيها 25,000 نواه جي بي يو مخصصه للروبوتات الذكيه. هاد المعالجات كتعامل مع البيانات اللي كيجمعها من الكاميرا والسنسورات ديالو، وكتشغل نماذج الذكاء الاصطناعي اللي كيتحكموا في الحركه ديالو. ولكن رغم هاد القدرات نيو باقي مازال عنده حدود، ما كيعرفش يطيب لاسباب امنيه، ما كيسوقش، ومقتصر فقط على الاعمال المنزليه الاساسيه. اللي خلق الجدل هو انه فاش كيواجه مهمه ما عارفهاش، كيقدر خبير من الشركه يتحكم فيه عن بعد بنظارات الواقع الافتراضي. بمعنى اخر، ممكن تخلص 20,000 دولار على الروبوت، ولكن في بعض الحالات غادي يكون شي واحد اخر جالس مكتب بعيد وهو اللي كيسير عليه. هذا المفهوم كيعطي بزاف ديال التساؤلات حول مدى استقلاليه الروبوت ومستوى الخصوصيه اللي فعلا عند المستخدم. الشركات الكبيره بحال فيجور، بوستون داينامكس وامازون روبوتكس داخله بقوه في المجال، كتصرف مليارات الدولارات باش تطور روبوتات مشابهه. انفيديا هي اللي كتزود اغلب هاد الروبوتات بالمعالجات ديالها. قريب غادي تولي اول شركه تقنيه في العالم كتوصل القيمه ديالها 5 تريليون دولار. في النهايه نيو كيبقى خطوه مهمه في المسار نحو المستقبل الروبوتات في البيوت، ولكن التكنولوجيا مازال محتاجه وقت والتطور قبل ما تولي بديل حقيقي للخدمه البشريه. صراحه انا شاكه في الجمله هذه، ما نكذبش عليكم. السؤال اللي كيبقى مطروح هو اولا واش مستعدين اننا نخلصوا 20,000 دولار على روبوت، وثانيا هو واش فعلا احنا محتاجين هذا الشيء. كاين اللي خاصو مساعدات بشريه فعلا، ولكن واش هادشي فعلا محتاجينه؟ هاد الاوتوميشن كامله